في الفقرة الأولى والتانية اتكلمنا عن الوضع في الخمسينات أيام الملك السنوسي واكتشاف البترول، وبعدين اتكلمنا عن التغيرات السياسية اللي كانت بتحدث آنذاك في الوطن العربي، وبداية حركة الضباط الوحدويين الأحرار بمؤسسها معمر القذافي ورفاقه، وبداية التمهيد لثورة الفاتح من سبتمبر. لكن لازم نعرف ونرجع بالتاريخ إنه في أواخر القرن التاسع عشر لازم نعرف إن الشيخ محمد ابن علي السنوسي أسس الحركة السنوسية في برقة، والحركة دي كانت حركة إصلاحية صوفية امتدت من ليبيا لأعماق الصحراء الكبرى. كانت الزوايا السنوسية منارات للعلم والتربية، مراكز لنشر الإسلام الوسطي بعيدا عن التطرف والغلو. ولد محمد إدريس ابن محمد المهدي السنوسي تحديدا في عام 1889 في الجغبوب، حفيد مؤسس الحركة السنوسية الصوفية. محمد إدريس نشأ في كنف عائلة عرفت بالعلم والورع والجهاد، وحين غزت إيطاليا ليبيا عام 1911 قاد الأمير إدريس مقاومة شرسة دامت عقودا حتى اضطر للمنفى في مصر عام 1922. بعد الحرب العالمية الثانية وبعد نضال دبلوماسي طويل في أروقة الأمم المتحدة، حققت ليبيا استقلالها في 24 من ديسمبر 1951. حينئذ نصب الأمير إدريس ملكا على المملكة العربية الليبية المتحدة، ليصبح أول ملك لليبيا المستقلة في عهد شهد بناء الدولة الحديثة من العدم. لازم نعرف إن الملك إدريس عرف بشخصيته المتدينة الزاهدة، يفضل العزلة والتأمل على بريق القصور. كان يقضي معظم وقته في طبرق بعيدا عن صخب العاصمة، وتزوج من السيدة فاطمة الشريف الملكة التي عرفت بحكمتها ودورها الاجتماعي الخيري. لكن الملك لم يرزق بأبناء، فعين ابن أخيه الأمير الحسن الرضا وليا للعهد، شابا تلقى تعليمه في الغرب وأعد لتحمل مسؤولية المملكة. في صيف عام 1969 سافر الملك المسن إلى تركيا للعلاج مصطحبا الملكة. كان عمره قد تجاوز 80 وصحته تتدهور. وفي فجر الأول من سبتمبر بينما كان يستريح في أنقرة استيقظ العالم على خبر انقلاب عسكري في ليبيا. مجموعة من الضباط الشبان بقيادة معمر قذافي ورفاقه السابقين الذكر سيطروا على مقاليد الحكم في انقلاب أبيض لم تطلق فيه رصاصة واحدة تقريبا. أعلن إلغاء الملكية وخلع الملك إدريس ومنع من العودة إلى وطنه. لجأ الملك المخلوع إلى مصر، حيث استقبله الرئيس جمال عبد الناصر نفسه. عاش في القاهرة عيشة متواضعة هادئة بعيدة عن الضوضاء حتى وافته المنية في 25 من مايو 1983 عن عمر ناهز 94 عاما، ودفن في مقابر البقيع بالمدينة المنورة بعيدا عن تراب ليبيا الذي ناضل من أجله. أما ولي العهد الأمير الحسن الرضا وبقية الأسرة الملكة فقد تشتتوا في المنافي بين مصر وأوروبا، صودرت أملاكهم ومنعوا من العودة،
وطويت صفحة حكم دام 18 عاما لتبدأ ليبيا فصلا جديدا من تاريخها الحديث.